السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل تبتدي فيه نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. عايزك كده تشجعيني باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا، وبالكومنت الحلو عشان افضل مستمريه معاكي دايما. طبعا بقى ايه، قلت كده اكل فراخي، وطبعا انا جايبه لهم كده عيش اهو. قلت بقى ايه، مقطعاه كده بالشكل ده، وبدات اللي انا احط لهم كده. العيش حلو جدا جدا، طبعا فيه نسبه خميره، فما شاء الله بيقتل العيش، بيقتل البكتيريا الضاره وبينشط البكتيريا النافعه. فعشان فيها نسبه خميره حلوه جدا جدا لاي طيور، قدميها للطيور اللي عندك بس تكون ناشفه. ولو قدمت بقى العيش معاكي للطيور او للبط فيها نسبة مية، يعني بليت العيش، لازم تديلهم جرعة ديدان. لازم يكون في جرعة ديدان لهم عشان يفضلوا كده ايه بصحة جيدة، ويقدروا يستفادوا من الوجبة بتاعتهم. فوصفتنا حلوة جدا جدا النهاردة، هتقدروا انت تستفادي منها بإذن الله. طبعا لو انت في فصل الشتاء طبعا بيبردوا مننا وبيتعبوا مننا ويجي لهم شوطة لا قدر الله، فاحنا النهاردة جايبين وصفة لعلاج الشوطة، يعني وصفة حلوة جدا جدا من بيتك، فوداعا للشوطة، وهتخلي تربية الطيور عندك في عز البرد وانت مطمنة خالص، ومفيش امراض ولا فيروسات هتصيبهم للطيور بتاعتك. زي ما انت شايفه كده كلتهم حيويه، كلتهم نشاط. وطبعا بقى ايه، عايزاكي كده تشجعيني باللايك والاشتراك فضل وليس امرا، ودايما كده ايه تستغفري كده وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ولو انت بقى ايه كده عندك الفراخ يعني زي فراخي كده، ابتدي اللي انت تعمليها لهم، ما شاء الله يستفادوا منها. والخلطة بتاعتنا النهاردة حلوة جدا جدا، هترفع المناعة وفي نفس الوقت مضاد حيوي وطرد للفيروسات وطرد للديدان، وحلوة جدا جدا. فتعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. طبعا زي ما انا بقولك كده، قدمت لهم كده عيش فيه نسبة خميرة، ما شاء الله. الخميرة ديت كلها بتقتل البكتيريا الضارة وبتنشط البكتيريا النافعة، وفي نفس الوقت الجرجير حلو جدا جدا للفراخ، اقوى كده منشط نموي، بيخلي الفراخ عندنا حلوة جدا جدا. قدمها له كده، كان عندي شوية جرجير كده لقيتهم في التلاجة مش حلوين يعني دبلانين، فقمت رايحه بقى ايه مخرطاها كده على رخامة المطبخ، خرطتهم خرط ناعمة، وبدأت اللي انا ايه قدمتها له. فدايما كده صلى على النبي. وتعالوا نشوف بقى كده الوصفه بتاعتنا بتتكلم عن ايه، وازاي هتمنع الشوطه تجيلهم في فصل الشتاء او في عز البرد. فتعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا، وما تنسوش اللايك ولا الاشتراك فضلا وليس امرا. تعالوا نشوف وصفتنا. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، جيت بقى على المطبخ، هبتدي ان انا بقى ايه اعمل لهم خلطه حلوه جدا جدا. معانا بقى ايه 3 ليمونات كده، ومعانا 3-4 فصوص توم، ومعانا الجنزبيل حلو جدا جدا للفراخ بتاعتنا. تمام. فتعالوا نشوف بقى الخلطه بتاعتنا ديت. طبعا هحط بقى من الجنزبيل 1.5 معلقة من الكبيره، وهبتدي ان انا بقى افرم الكلام ده على رتل ميه، وهفرمهم كده وارجع لكم تاني. حطيت كده يا حبايبي 1.5 معلقة من الجنزبيل والليمون والثوم، وهبتدي ان انا بقى ايه نفرمهم كده. طبعا بقى ايه ده ايه حاجات كده ايه متكتله كده، بس لما يتفرموا في الخلاط هيبقوا حلوين جدا جدا. هخلطهم كده وارجع لكم تاني. وبعد كده بقى ايه رجعت لكم كده يا حبايبي، ومعانا كده ده بقى ايه الوصفه بتاعتنا النهارده. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حلوه جدا جدا. اعتمديها للفراخ طول فصل الشتاء، مش هيجي لهم اي امراض لا قدر الله، ومش هيجي لهم الشوطه ابدا. زي ما انت شايفه كده. طبعا انا بقى ايه هحطها لهم كده في السقايه. هم طبعا ايه ما حطيت لهمش اي ميه خالص، بقالي ساعتين قلت عشان يشربوا الوصفه بتاعتي ديت، وفي نفس الوقت عشان يشربوها كلها ويقدروا ان هم يستفادوا منها. تمام. فتعالوا بقى نحطها لهم كده ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا ماسكه التليفون بايد وشغاله بايد كده،
طبعا بقى ايه انا غاسله السقايه بتاعتي، وطبعا بقى ايه هبتدي بقى اللي انا احط لهم الوصفه بتاعتنا كده حلوه جدا جدا. ده مشروب هيمنع اي شوطه، وفي نفس الوقت بيرفع المناعه وبيقتل اي فيروسات واي بكتيريا. فطبعا بقى ايه زي ما انتم شايفين كده هقلب بس السقايه وارجع لكم تاني. فزي ما انتم شايفين كده وحلوه جدا جدا للبط ومفيده. فما شاء الله كلتهم حيويه وكلتهم نشاط. وهبتدي برضك لسه احط لهم برضك معايا دش كده ومعايا علفه عشان ما عدتش احط لهم بقى طول اليوم ويفضلوا ياكلوا بقى ايه في الاكل ده اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. يا رب كده تكونوا استفدتوا كده من الوصفه بتاعت النهارده. بجد انسي اي وصفه. الوصفات اللي احنا بنعملها دي عامه بتخلي الفراخ كلتهم حيويه ونشاط. بس هحط لهم كده الاكل اهو. جبت لهم بقى ايه دش كده. حبيت ان انا ايه انوع لهم في الاكل تمام، وجبه مره كده ومره كده، فهتلاقيهم ما شاء الله. فاحنا كل ما ننوع لهم في الاكل كلتهم هيبقوا. انا بس ايه بحب احط بقى ايه اجزأ كده عشان ايه ما يتلموش على بعض في حته واحده تمام. فما شاء الله كل الخلطات ديت عامه بتبقى حلوه جدا جدا للفراخ او للبط. يعني ما تستهونيش بالخلطات اللي احنا بنعملها ديت. حلوه جدا جدا، بتنفع الفراخ وبتنفع البط، بتشيل اي امراض، بتشيل اي فيروسات او اي افتراسات، فاي ميكروبات، بتنظف بطنهم، بتطرد الديدان، بتقتل البكتيريا الضاره وبتنشط البكتيريا النافعه. فحلوه جدا جدا. فانتي او لو عندهم اكسيديا برضك الوصفات دي حلوه جدا جدا. فكل وصفه بتتكلم عن تخصصها. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. وده المشروب ده في نفس الوقت رفع مناعه ومنشط نموي برضك، فحلو جدا جدا. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. واهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضلا وليس امرا. ودايما برضك زي ما انا بقول لك كده نوع لهم في الاكل. لو نوعت لهم في الاكل ما شاء الله هيبقوا معاكي حلوين وزي الفل. فانا برضك يعني شوفوا ان حاطه لهم كميه اكل وهيقضوهم طول اليوم على اما يجوا عشهم بقى هبتدي ان انا احط لهم حاجه بسيطه. فزي ما انتم شايفين كده لازم تهتمي بطيورك باكلهم بالحاجات ديت هتلاقيها معاكي ما شاء الله زي الفل. فيا رب كده يعجبكم كده الفيديو بتاعي. ودايما كده صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. وفي نفس الوقت لو عندهم طشمه الفراخ لو لقيتيه فيهم عندهم لو عندهم طشمه ابتدي اعملي لهم كده رطل ميه عليهم معلقه شاي كبيره ناشفه ومعاها برضك ليمونتين، وابتدي اللي انت تغلوهم على النار وسيبهم لحد ما يبردوا وحطها لهم برضك في السقايه. ما شاء الله بتمنع اي طشمه، بتمنع اي اسهالات. حلوه جدا جدا الشاي مع الليمون. فانت بقى ايه كل فتره حتى لو هم ما همش تعبانين ابتدي اللي انت تعملها لهم هتفيدهم جدا جدا في فصل الشتاء. فدايما كده ايه خلي بالك من فراخك ومن طيورك هتبقى حلوه وما شاء الله هتبقى حلوه جدا جدا معاكي. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. زي ما انتم شايفين كده الفراخ ما شاء الله حلوه جدا جدا. وطبعا رتل الميه ده هسيبه بقى لحد ما يشربوه. فانا بقى ايه دايما كده اعملها لهم على طول هتلاقيهم معاكي ما شاء الله زي الفل. وطبعا الوصفات برضو الكركم حلو جدا جدا، بيقوي العظام، بيشيل اي التهابات في المفاصل. والملح برضك لو حطيت لهم شويه ملح كده على الاكل بيخلوهم يشربوا كتير وياكلوا كتير زي فتح شهيه. فانت دايما كده اتشجعي كده مع الفراخ. وبرضك اهم حاجه التدفئه، واهم حاجه عشان الجو برد برضك. احنا داخلين على الشتاء اهوت، الجو ما عادش زي الاول حر، في نسبه برد. فانت لو سبت فراخك ممكن يتعبوا منك لا قدر الله. فانت خلي بالك منهم
ومن التدفئه بتاعتهم، فباذن الله هيبقوا معاكي زي الفل. يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم النهارده، ما تنسوش اللايك ولا الاشتراك. خدوا وليس امر، مع السلامه.